السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل فراخ مقرمشة هننافس بيها فراخ كنتاكي. بصوا طبعا الصورة خير دليل، شايفين شكلها والطبقة المقرمشة التحفة اللي من فوق دي خطيرة خطيرة ومستوية وناجحة 100%، ومن غير ما نحتاج زيت غزير ولا اي حاجة. تابع معايا الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير. ويلا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. عندنا بقى الفرخة بتاعتنا، سواء كانت فرخة كاملة أو سواء كانت وراك، لازم نمسكها نقطعها على 8 قطع. يعني الورك هتقطعيه كده على جزئين، الدبوس لوحده زي ما انتوا شايفين والجزئية دي لوحدها. وطبعا لو صدر هتقسميه على 2، لازم تقطعيه صغير عشان تضمني ان هو هيستوي معاكي ويبقى زي الفل. انا عن نفسي بحب اسلقها. يعني انا هسلقها، منها استفيد بشوربة، ومنها اضمن ان هي تطلع معايا مستوية، وفي نفس الوقت كمان مش هتاخدي زيت كتير. لما بتبقي عاملاها نية بتحتاجي ان انت تقليها في زيت غزير قوي علشان تضمني ان هي هتستوي. لازم الزيت يبقى مغرقها تمام. ولا بقى تسوية خاصة والزيت ما يبقاش سخن قوي عشان ما تاخدش لون ويبقى من جوه نية وبتقعد فترة على النار. لكن لقيت ان احسن طريقة ليها ان احنا نسلقها. تسلقيها 3/4 سلقة، خلاص عشان تبقى معاكي دايبة دوب كده. وادي الشوربة بتاعتنا اهي، احط لها بس شوية ملح وشوية فلفل اسود. حاطه لها طبعا لورا وحبهان، ممكن مستكة، طبعا بصلاية وطماطماية وجزراية. ظبطي بقى الشوربة بتاعتك الحلوة دي. واول ما تستوي معانا هبتدي اطلعها وعلى طول احضر معاكم الخليط بقى اللي هو سر وصفتنا النهارده، اللي احنا جايبينه من قلب المطعم نفسه، اللي هيدينا الطبقه المقرمشه اللذيذه جدا جدا. خلاص نجيب بقى بوله كده وابتدي انزل فيها بنص كوبايه من الدقيق. انا دلوقتي بحضر الطبقه اللي هنقع فيها الفراخ بتاعتي. بعد ما نزلت نص كوبايه من الدقيق هنزل بمعلقه كبيره من النشا ده اللي هيديني القرمشه. وهنزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر. خلاص بعد كده بقى التوابل اللي انتي بتحطيها ضيفيها. انا هحط من كل حاجه نص معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، هحط جنزبيل، لو عندك بهارات فراخ حطي. هحط نص معلقه صغيره كاري، نص معلقه صغيره كركم. ادي ده الكاري انا حطيته، والكركم برضو لونه مختلف اهو. ده بقى بيدي اللون الحلو اللي هو بيبقى اللون الذهبي ده للفراخ. تمام. اي بقى توابل عايزه تضيفيها ضيفيها، وطبعا ملح وفلفل اسود ده اساسي. خلاص نقلب بقى الخليط التحفه ده. عايزه اقول لكم خليط في منتهى الجمال. بس احنا طبعا لو شطار نخلي الفراخ بتاعتنا تقعد اكبر قدر في الخليط ده. هنزل كده بنص كوبايه من اللبن، وطبعا مش كفايه فهزود الباقي ميه. هاتي بقى نص كوبايه من الميه، وابدأي انزلي حبه حبه كده لحد ما يتشكل معاكي خليط زي خليط الكيك. تمام. انا عايزه الخليط يكون سميك بحيث ان هو يلزق على قطعه الفراخ، ما يكونش ميه خفيف، لا انا عايزاه سميك. خلاص اهو، شايفين بالمنظر ده كده. طبعا انا الفراخ بتاعتي اتسلقت 3/4 سلقه عشان ما تتهريش مني يعني وانا بنقعها، فبخليها 3/4 سلقه. وفي نفس الوقت شلت من عليها الجلد. انا لما باجي اكل حاجه كده ببقى حابه الطبقه اللي انا تعبانه فيها بره دي، انها طبعا لو عاملاها بالجلد بتمسكيها بتقشريها بالجلد وبترميها. لا انا حابه ان انا اكلها بقى من كتر ما هي لذيذه وطعمه جدا. انا حابه ان انا اكلها، فانا هشيل الجلد ده خالص اهو زي ما انتوا شايفين. هشيله من الدبابيس اهو، وهشيله من الوراك، ولو في الصدور برضو هتشيلي منها الجلد خالص. تمام. وبعد بقى ما نشيل منها الجلد خالص كده، هنبدأ ننزلها في الخليط بتاعنا ده. يفضل طبعا انها تقعد على الاقل ساعة في الخليط ده. تمام. ويا سلام لو حطيتيها طول النهار هتبقى لذيذة جدا. والخليط هتشرب من الخليط ده. بصوا الخليط سميك ازاي، او بصوا تقيل. يعني مش عايزاه خفيف، انا مش عايزاه ميه، انا عايزاه كده بصوا يجي على قطعة الفراخ يلزق عليها. شايفين اهو منتهى السهولة. شايفين الجمال والحلاوة؟ تحفة يا جماعة، تحفة تحفة اهو، حاجة كده خطيرة. خلاص انا بقى ايه بخلص بقى. انا طبعا ممكن اعمل كمية اكبر من كده، بس هو مش مستاهلة يعني. فانتي مجرد بس ما بتنزلي على القطع الفراخ بتاعتك في الخليط كده بيشرب من الخليط، فمش محتاجة ان انا اكتر اكتر من كده. هي نص كوباية دي حلوة جدا. خلاص. وزي ما قلت لكم لو تقدروا تسيبوها فترة اطول في الخليط سيبوها. خلصت بقى كده كمية الفراخ بتاعتي، هسيبها يعني على الاقل ساعة.
عشان تبتدي تشرب كويس جدا من الخليط اللي انا عاملاه لها. واحضر معاكم بقى خليط جاف مفيهوش اي حاجه. خليط الجاف ده اللي هنزل بقى بيه بعد كده بالفراخ عشان يكون لي الطبقه اللي هي بتبقى مقرمشه اللي من فوق. خلاص سبتها بقى تقعد شويه كده. هبتدي اجيب طبق وابتدي انزل فيه بكوبايه من الدقيق او اقل على حسب كميه الفراخ اللي انت عاملاها. خلاص دي كده تقريبا كوبايه من الدقيق. وطبعا هحب ان انا اتبل الكوبايه دي. هنزل عليها بشويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، شويه من الكاري، شويه من الكركم، عشان برضو الطبقه اللي فوق تبقى واخده نفس الطبقه اللي تحت اللي انا عاملاها دي. شايفين لون الفراخ ما شاء الله مغري تحفه جدا يا جماعه. ممكن تحطوا له برضو توم باودر وبصل باودر، يعني ظبطوا الطبقه الخارجيه بحيث ان هي تبقى مقرمشه وفي نفس الوقت ليها طعم، مش تبقاش مقرمشه وملهاش طعم، لا تبقى مقرمشه ولها طعم. هناخد بقى دبوس الفراخ كده وابتدي اغطيه من كل النواحي بالدقيق، وهمسكه بقى من عند العظمه من تحت وابتدي ان انا انفضه كده. بصوا بقى القرمشه، بصوا تحفه يا جماعه. وطبعا احسن حاجه بقى في سلق الفراخ ان مش بتحتاجي بقى ان انت تحطي طاسه وزيت غزير والكلام ده كله، لا زيت عادي خالص كانك بتقلي بطاطس وهتقليها، لان انت مش محتاجه تسويه، هي كده كده مستويه. بس طبعا لو هتعمليها نيه هتنزلي في الخليط ده هتمشي بالخطوات عادي وهي نيه. فرق بقى ان الزيت بتاعك بيبقى كتير، لازم يغطي الفرخه، لازم يغطي قطعه الفراخ نفسها. وطبعا بتسيبيه على نار متوسطه عشان ياخد راحته خالص في التسويه. لكن طبعا دي مستويه مش محتاجه اي حاجه، الربع سلقه اللي فاضل فيها هو اللي يدوبك هتتحمر فيها. شايفين اللون التحفه يا جماعه؟ لونها خطير، بصوا اللون كنتاكي كنتاكي يعني من الجمال، تحفه بجد تحفه. يلا جربوها بقى ان شاء الله باذن الله تعجبكم، بس سووها شويه في الخليط عشان تحصلوا على طعم احلى. بصوا جمالها يا جماعه، كنتاكي والله. طبعا الصوت لو مش مفعول هتسمعوا القرمشه، هتسمعوا وهي بتطلع في الطبق قد ايه هي مقرمشه. اخلص بقى وانزل بالقطع اللي بعد كده. شايفين جمالها تحفه. هنزل بباقي القطع كده تخرب بيت شكلك اهو. وزي ما قلت لكم الزيت مش كتير، عادي زيت كانك بتقلي بطاطس بالظبط. عايزه انام، عايزه مفيهاش انام. اي حاجه. خلاص بقى انا كده خلصت الفراخ ما شاء الله مقرمشه ولذيذه. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.